السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ لا انا عايز اسمع صوتكم، انتوا ما فطرتوش؟ اجيب لكم فطار؟ لا. يا رب كلكم تكونوا بخير وفي افضل حال وراحه بال. سنه 2019 كان عندي فكره، هدفها ان انا اساعد الناس او اساعد الطلاب بشكل خصوصي، وان انا اعمل لايفات مع الناس البابليك فيجرز او الناس المشهورين عشان يكلمونا عن قصص نجاحهم وينقلوا لنا خبراتهم. بس للاسف في الوقت ده ما حدش كان مقتنع بيها. بعدها ب3 سنين دي سكرين خدتها لايف مع دكتور فاروق الباز سنه 2022. معكم النهارده باشمهندس محمد صلاح، مدير المنحه التدريبيه، وجاي النهارده كسبيكر اكلمكم عن توبيك مهم جدا، وهو how to present your idea in an exciting way. اعتقد يعني ما حدش تقريبا سمع تايتل كبير كده اللي هو how to present your idea in an exciting way. يعني مثلا ليه ما تبقاش how to present على طول؟ انا النهارده مش جاي اصدعكم، يعني انتوا لسه طالعين من 8 تاسكات ضرب نار، يعني فالله يعينكم. هي كل الفكره اللي انا عايزك تتخيل معايا كده ان انت عديت بسيتويشن معين. اتمنى ان انتوا تبقوا شايفين يعني السلايد. عديتوا بسيتويشن معين، تمام؟ ان يكن السيتويشن اللي انتوا عديتوا بيه ده او الموقف انت طلعت منه بفكره. الفكره دي ايا يكن نوعها، واحنا هنناقش انواع الافكار عشان تسبريد اوت والفكره تنتشر وناس كتير تعرفها وتبقى مثلا حاجه كده زي مثلا براند او تماركت ليها. لازم ان يبقى عندك سكيلز. السكيلز دي بتتمحور في الاكسايتنج واي. بتبقى سكيل مثلا برزنتيشن سكيل، وتاني سكيل اللي هي الايه برسويشن سكيلز اللي هي فن الاقناع. انا اعتبر كده خلصت البرزنتيشن بتاعتي. فكل الفكره ان احنا النهارده هنتكلم عن 3 مين كاتيجوريز او 3 مين توبكس. اول توبك واللي هو يعني ايه ايديا، يعني ايه فكره اصلا، وازاي استغلها، وايه انواع الافكار والحاجات دي. تاني حاجه وان احنا هنتكلم على الاكسايتنج واي، ايه هي اصلا السكيلز دي، يعني ايه برزنتيشن سكيلز والبرسويشن سكيلز وازاي اتمكن منهم. تالت حاجه ودي الاخيره، ودي يعتبر هوريكم الشات ما بين انا ودكتور فاروق الباز، لان انا اللي اقنعته ان هو يعمل لايف معايا، حاجه زي تطبيق عملي في الاخر بما اننا مهندسين يعني. فجاهزين معايا نبدا السيشن ولا لا؟ جاهزين؟ لا فوق كده معايا، ده لسه بدري، احنا هنخلص 7 ولا حاجه. جاهزين؟ عاش يا شباب. نبدا باول حاجه، وات از ايديا، يعني ايه فكره؟ على الرغم ان الكلمه سهله وسمعناها كتير جدا ومتداوله، بس احنا عايزين الفيزيكال مينينج بتاعها كده. فشاركوا كده معايا. على فكره بصوا اقول لكم حاجه كده قبل ما نبدا، النون تكنيكال سيشنز زي ما السبيكر بيتكلم انتوا المفروض تشاركوا، وده الهدف من اليوم النهارده، تطلع باكبر استفاده. فعايزك تشارك معايا حتى لو انت هتقول حاجه مثلا عابره في دماغك. وات از ايديا، يعني ايه فكره مثلا كده، ايه الفيزيكال مينينج بتاعها؟ حد مثلا كده يفكر معايا، يلا قولوا كده. انا مش هنقصكم، اقسم بالله الشهاده هي نفس الدرجه. فحد يقول كده معايا، يشارك كده. انا مش شايف، ارفع ايوه قول لي ورا كده. يعني ايه فكره مثلا كده؟ علي صوتك بقى. بص انا عندي فكره، ثانيه واحده كده. ممكن المايك ده يلف علينا كده عشان كل الناس، معلش يا طه اديله عشان كل الناس تشارك. اديها لحد يديها على طول. سامعك قول. شغال قول. صح حلو جدا. حد عنده فكره ثانيه او تعريف ثاني مثلا؟ هو نفس الكلام اللي هو قاله، تقدر تقعد استريح عادي، خلي المايك معاك عشان لو حد ثاني بيقول نفس الكلام اللي هو قاله. بس انا مثلا كنت بسرش لقيت جمله عجبتني جدا، بيقول لك يعني ايه بقى فكره؟ بيقول لك الفكره هي كل ما يتردد على الخاطر من اراء بالتامل والتدبر، واللي هو اصلا بيخطر على العقل البشري بتاعنا من اشياء بقى او حلول او اقتراحات او تحليلات للواقع اللي احنا اوريدي بنعيش فيه او للاحداث المجاوره اللي احنا بنشوفها. فالفكره هي نتاج التفكير، والتفكير هو اصلا اهم مميزات النوع البشري. فاحنا اصلا كبني ادمين كده بنمر بمواقف، كلنا بنمر بمواقف ايا يكن بقى نوع السيتويشن حلو ووحش، كلنا بنمر بمواقف. فبالتالي كلنا بنفكر. فالفكره في اللي انت تستغل الفكره دي وازاي تسبريت اوت. نفس الشارت اللي وريتها لكم في الاول ان هو سيتويشن بيطلع بعديها ايه؟ فكره. والفكره دي احنا لازم نسبريد اوت الفكره دي، وهنعرف النهارده ازاي. فالفكره بقى في ان كل الناس بيجي لها افكار، بس مش كل الناس بتطبق الافكار دي او تفتكرها اصلا. فتخيل كده معايا، اصلا انت كشخص عادي بيجي لك كام فكره في اليوم؟ يا حد يقول رقم، كام فكره بتجي لك في اليوم؟ قول رقم كده.
كام؟ 10000. حد تاني يقول كده؟ اللي معاه المايك يقول مثلا 20 اكيد 20000 مش 20 فكره ولا ايه؟ في صحيفه ديلي ميل البريطانيه نشرت ارتكل من جامعه في كندا بيقول لك ان الانسان الطبيعي العادي بتجيله من 20000 ل 60000 فكره يوميا. 20000 ل 60000 فكره يوميا، انت متخيل الرقم؟ بس اغلب الافكار بتاعتنا دي الناس بتنساها بعد 20 ثانيه اصلا، لان اصلا كميه الافكار تكدسها هيعمل مشاكل، هيخلينا يحدث مثلا الزهايمر او ضعف الذاكره قدام. فهم عملوا كده ازاي؟ او عرفوا ازاي 20000 فكره وكده؟ هقول لكم كمعلومه ليك يعني. هم جابوا 184 شخص، مش عارف ليه العدد الصراحه، بس هم جابوا 184 شخص صوروا ادمغتهم بالرنين المغناطيسي. العلماء اكتشفوا ان الانسان ما بين كل فكره والثانيه بيحصل حاجه اسمها الدوده الفكريه. الدوده الفكريه دي بتعمل بلسز زي ما واضح قدامكم هنا كده بالظبط. البلسز دي قدروا ان هم يشوفوها، عرفوا ان هم يجمعوا عدد الافكار. ده مثال مثلا لواحد تقريبا كتر البلسز الدماغ شغاله مش بتنام تقريبا، فدي البلسز اللي موجوده ايه بتاعه الانسان، ايدياز كل شويه بتجيله. فده يخلينا نسال نفسنا سؤال مهم، هل كل الافكار اصلا اللي بتجيلنا دي نوعها واحد؟ يعني انا مثلا النوع بتاعي نفس نوع افكارك، نفس النوع اللي ورا ده واللي هناك. في انواع كتيره للافكار بس اقول لكم اشهرها واللي هي اغلبنا بنبقى عارفينها يعني. في نوع فكره مثلا بتيجي على حل مشكله معينه، وده الاوريدي اللي اتكلمنا عليه في الاول، او او فكره جات عشان موقف معين، او فكره مثلا عندك مودك مش كويس فجات لك فكره، او فكره اوت اوف نو وير من لا شيء جات لك وانت قاعد من غير اي حاجه، او فكره عشان عندك طموح او حلم معين عايز تحققه. فكل دي افكار، بس ذا موست effective type of ideas هي النوع اللي احنا بنتكلم عليه حاليا، اللي هي فكره حل مشكله ما او موقف معين. لان انت لو درست اوريدي الافكار دي هتطلع ريزلتس كويسه، هتطلع نتائج حلوه جدا. فالفكره كويسه بتيجي من المواقف، بتيجي من التجارب. انت نفسك مش هتتعلم غير لما تغلط. ابسط مثال على كده التاسكات بتاعت الاوتوكاد والريفت، انت كنت هتتعلم من غير ما تجرب وتدوس وتغلط ويتصحح لك وتتعلم اكتر من مره؟ لا. تمام؟ فانت كون الافكار دي وخليها دايما قدامك، لان انت لو ما طبقتهاش النهارده هتطبقها بكره او بعده. في جمله جميله جدا عجبتني بيقول لك great ideas come from everywhere if you just listen and look for them you never know who's going to have if you have a great idea. محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لو انت عندك اصلا فكره جامده جدا. وفي برضه كود ثانيه تقول لك الفكره الكويسه بتيجي امتى؟ لو انت عندك افكار كتير. زي الناس المستثمرين بيعملوا ايه؟ بيرموا فلوسهم في كل حته مثلا. تمام؟ وفي مكان ممكن يضرب يعوضه اي مكان تاني، على الرغم لو هو ممكن خسر من الباقي، لا بس في مكان لو ضرب معاه وجاب هيعوضوا الفلوس دي كلها. فانت الافكار كلها ما تقولش دي فكره وحشه وحلوه ما اعرفش، يا عم دوس، يا عم اكتبها هتحتاجها قدام. وممكن الفكره دي تعوضك عن حاجات كتيره جدا. كده احنا يعتبر خلصنا من اول توبيك اللي هو وات از ايديا، وعرفنا ايه الفكره وانواعها وازاي نستغلها والحاجات دي كلها. تمام؟ نخش بقى في ثاني توبيك. تمام؟ حد عنده سؤال مثلا في اول توبيك ولا حاجه؟ اوكي. نخش في ثاني حاجه وقلنا اللي هي ايه؟ اكسايتنج ايديا. هنبدا بالبرسويشن سكيلز اللي هي فن الايه؟ الاقناع. تخيل كده معايا لو انت عندك مهاره فن الاقناع وبقيت بتعرف تقنع، ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجه هتعرف تجذب انتباه الشخص اللي قدامك وتكسب ثقته، فهتعرف تخلص معاه اي ديل بسرعه. ثانيه واحده بقى كده، اي ديل بسرعه دي بتتجلى في حاجات كتير عشان بس ما حدش يربط الموضوع ده كاننا سيلز وكده، لا. اي ديل بسرعه دي بتتجلى في مثلا ان انت رايح لمديرك في الشغل بتقول له فكره، تتجلى في ان انت مثلا عندك فكره في مشروع التخرج او بتناقش مشروع التخرج. مثلا لو انت في مبيعات، بيع وشراء، مهندس مبيعات، مهندس تسويق. في مثلا لو انت في مسابقه وقدام ايفالويتورز، والايفالويتورز دول بتقنعهم بفكره مشروعك، او يا عم فكك من كل ده لو انت في معاملاتك الحياتيه العاديه. فالمهاره دي مش لازم بس تخليها في زون معينه، لا بالعكس انت ممكن تستخدمها في حاجات كتير. انت استفيد من التوك اللي انت تاخد المهاره دي وتطبقها في حياتك اللي موجوده. تمام؟ فاحنا زي ما عملنا في كلمه ايديا او عملنا في كلمه فكره وعرفنا الفيزيكال مينينج اوف الايديا، عايزين نعرف الفيزيكال مينينج بتاع فن الاقناع. يعني ايه بقى الفيزيكال مينينج بتاعه؟ اللي معاه المايك خده ومشي ولا عمل ايه؟ فين يا عم انت المايك؟ وزع الدنيا كده. عايز تقول؟ لو عايز في حد عايز يعني يشارك معانا قول، لو عايز تقول تاني قول. فن الاقناع بقى. قرب المايك شويه تاني. قرب المايك شويه منك.
صح بالظبط بالظبط. جميل جدا، حلو. حد عنده رأي تاني؟ لا هو لازم يبقى حد عنده رأي تاني، هقوم واحد منكم. حد بقى تقوم كده من نفسك. قول، سامعك، قوم اقف واتكلم. حلو. لازم اوضح له التكاسل هي فتره الموضوع اللي انا ممكن اقطعه عليه، وانا مع سعيد ان انا ممكن اقدر عليه الارقام او انفع في مشروع معين او كده. جميل. لازم حتى التكاسل الاول وبعد كده برضه اوضح له النقطه الكويس ممكن يكسرها، بس برضه صح تكنيك معين برضه عشان برضه حلو حلو. انت كده قلت التوك بتاعت انا اقول ايه؟ حلو. عايزين بقى حد من البنات بقى. حد من البنات كده يشارك. اخليكم تشاركوا المره الجايه. زي ما انتوا قلتوا او زمايلنا ما قالوا كده عن تعريف فن الاقناع، كل التعريفات مشابهه وزي بعض، بس في يعني اول ما نبدا بفن الاقناع تعريفه بيندرج اول حاجه ايه؟ هو احدى عمليات الاتصال. ده رقم واحد. لان اصلا الاتصال او الكوميونيكيشن ده لازم يحصل ما بين حد والتاني، انت ما بتقنعش نفسك، ما هو لازم انت يبقى في شخص عشان تبدا تتكلمه، تبدا توصل له وجهه نظرك، تبدا تتناقش معاه. فده احدى عمليات الاتصال اللي بيهدف لايه بقى؟ بيهدف لتغيير سلوك او شخص معين، مش لازم شخص، ممكن مجموعه من الناس عادي بغير سلوكه او موقفه من حيث ايه بقى؟ من حيث بعض الافكار. حتى الفيلسوف اليوناني بيقول لك ايه؟ بيقول لك persuasion is the art of getting people to do something they wouldn't normally do if they weren't asked to. بصوا التعريف مغلط شويه عشان فيلسوفه كده، بس هحاول اقول لكم بالعربي على طول. هو بيقول لك هو فن اجبار الناس على فعل الاشياء ان هم اصلا ما كانوش هيعملوها لو ما كانش حد سالهم او ما كانش حد طلب منهم كده. يعني انا في حاجه ما كنتش هعملها بس انت جيت اقنعتني فانا عملتها، لو انت ما جيتش انا اصلا ما كنتش هعملها. فهو ده فن الاقناع نفسه. تمام؟ فاحنا عشان نعمل فن الاقناع ده في عناصر ومكونات لازم نبقى عارفينها عشان تتم العمليه دي. اول حاجه واللي هي المرسل اللي هو انا او اللي هو انتم. انا عشان اعمل عمليه اقناع لازم يبقى في طرف اساسي. المرسل ده يعتبر هو الطرف الاساسي في عمليه الاقناع، واللي هو اللي بيبدا اصلا عمليه الاتصال دي. انا لو عايز اقنع حد بحاجه انا مش يعني قاعد مكاني وهو يجي لي، يعني ما فاهم؟ لا انت لازم مرسل، انت اللي تبدا وتكلمه في الموضوع ده. فعشان ابقى عنصر كويس او ابقى مرسل كويس لازم يبقى في شويه خصائص معينه فيا اتحلى بيها عشان احقق اكبر استفاده. ايه هي الخصائص؟ اختصرتها لكم في 3 حاجات. اول حاجه يبقى عندي ثقه، لازم انا ابقى واثق من نفسي وانا رايح اقنع حد بفكره او بحاجه معينه. لو انا مش واثق من نفسي كاني بالظبط بقول لك روح اصطاد في الميه دي وهي ما فيهاش سمك. تاني حاجه المصداقيه، لازم انا ابقى صادق كده مع نفسي والمعلومات اللي معايا، غير كده هتاخد بلاك ليست من المكان اللي انت رايح، ودي حاجه مش حلوه. تالت حاجه ودي البرزنتيشن سكيلز، ودي هتكلم فيها قدام. طيب عرفنا اول حاجه اللي هي المرسل. تاني مكون اللي هو ايه؟ طالما في مرسل لازم في حد يتلقى الحاجه، يبقى في ايه؟ متلقي او في ايه؟ مستقبل، بالظبط كده. فالمستقبل عشان ايه المميزات بتاعته؟ اول حاجه يكون في الحاجه اللي انا بتكلم فيها. يعني مثلا ما ابقاش بتكلم في هندسه وراح لحد في طب، طب وفي الاخر مش هيقتنع مثلا، وتيجي تقول لي ده ما اقتنعش يا معلم. لا يا طبيعي، يعني انت بتكلم حد جايب سمكه بتقول لها اطلعي جبل وبتستغرب. فالموضوع ايه؟ لازم اكلم الشخص ده في حاجه هو اصلا فاهم فيها، غير كده ايه؟ ده بيضحك عليا ومش هيقتنع بحاجه حتى لو انت فكرتك كويسه. فالموضوع كله باين على عمليه اتصال رايح جاي، مرسل ومتلقي. ثالث عنصر مهم وهو الهدف. ايه هو الهدف اللي يخليني ان انا اروح اصلا اتناقش مع الشخص ده عشان اقنعه بقى بالديل اللي انا قلت عليها، الديلز اللي انا لو انتوا فاكرينها. عشان اقنعه بعمليه الاقناع دي لازما يبقى فيه هدف، اللي هو ايه؟ عشان مثلا اقنعه بالفكره كذا او اعرض عليه ما اعرفش ايه وهكذا، لازم يبقى فيه هدف جواك. رابع حاجه ودي الرساله. الرساله لازم تبقى واضحه ومنسقه ومدروسه عشان لو سالني في اي حاجه يعرف ان انا فعلا عندي مصداقيه والكلام اللي انا بقوله كويس. خامس حاجه ودي الاخيره عشان ما اطولش عليكم، واسمها الوسيله. لو انا رايح لحد ببرزنتيشن كلها نصي، على فكره مش هيقتنع بيها حتى لو المحتوى بتاعي كويس جدا، هيزهق مني. ابسط مثال على كده اقول لكم في ايجاز جدا، لو انت قرات على خبر في جورنال نفس الخبر سمعته على التلفزيون، هتقتنع بانهي اكتر؟ اكيد التلفزيون. ليه؟ لان انت بتعتمد على حواس زي السمع والبصر، فهتقتنع بسرعه، صح ولا لا؟
ففي فرق. فدي يعتبر عمليات الايه الاساليب او الاليمنتس اوف كومبوننت والحاجات بتاعه الاقناع. نخش بقى في حاجه ثانيه وهي ايه هي الاساليب اللي انا اعملها عشان اقنع اي حد بحاجه. اول حاجه البحث عن ايه نقط مشتركه ما بيننا. قبل ما تروح لحد عشان تكلمه لازما تدرسه كويس. تدرسه من حيث ايه؟ تدرسه بتعرف النقط المشتركه عشان تفتح معاه الموضوع اصلا وتكلمه فيه. في مثال في السيلز بيقول لك ايه؟ اسمع اكتر ما انت ايه بتتكلم. ليه؟ لان انا الكاستمر نفسه لما يتكلم اكتر عن نفسه اعرف بعد كده اقنعه بالحاجه، اعرف هو بيحب ايه بيكره ايه. يعني مثلا هو بيكره اللون الازرق وانا جايب له منتج باللون الازرق، ده ممكن يرفض الطلب كله. طبيعي على فكره. ممكن تحصل. فانا لازما ايه؟ اعرف الشخص اللي قدامي مدخله عشان انا اعرف اعمل معاه الديل ويقتنع بيه بسهوله. فده بيخلق اريحيه، مساحه من الاريحيه وثقه متبادله ما بيننا. تاني حاجه واللي هو ايه؟ استغل نقط منافع متبادله. يعني وانا بعمل حاجه مع حد مثلا في اقناع لازم ابلور له الحاجات العايده عليه لو هو وافق على الديل ده. ايه المكاسب اللي هترجع له؟ ايه الحاجات اللي هو هيكتسبها بعد كده؟ فدي حاجه بيقتنع بيها بسرعه جدا لو سواء ديل في اي حاجه بعد كده. ثالث حاجه واللي انا ايه استمع كويس، لازم ابقى اكتف ليسنر. انا مش جاي ارمي له كلمتين وامشي. لا، حتى لو هو رفض الديل او وافق عليه ابقى قاعد سامعه، اكسب ثقته بعد كده لقدام. هو مش اخر الدنيا لما انا اتعامل معاه او يرفض الطلب ده بالراضي. تمام؟ رابع حاجه واللي انا ايه استخدم لغه الجسد وانادي الناس باسمائهم. يعني مثلا انا لو انا عرفت انت اسمك ايه مثلا؟ عبد الفتاح. تمام. عبد الفتاح مثلا لو انا جاي اكلمه وقلت له بتكلم معاه قلت له يا اسطى لو سمحت ما اعرفش ايه كذا، هو ممكن لو بيعمل حاجه مش هركز معاه مبدئيا. لكن انا مثلا قلت عبد الفتاح فجاه عارفين اللي هو حمزه خضتني فاللي هو ايه بالظبط كده فجاه واحده كده انت يعني ركزت معاك مره واحده. العقل الباطني نفسه اول ما بيسمع اسمه بياخد يعني بيركز مع الشخص اللي بينادي عليه، بس من دون مبالغه. مش كل شويه عبد الفتاح عبد الفتاح. تمام؟ بعد كده دعم دايما الكلام بتاعك باناليسز بارقام عشان يعرف اللي انت مجهز. زي ما قلنا الرساله لازم تبقى واضحه وصريحه وكمان منسقه ومدروسه كويس. تعرف الشخص اللي جاي لي ده لا ده دارس، مش جاي مثلا يقول لي توبيك واساله في حاجه يقول لي لسه ما درستهاش. لا، لازم يبقى في اناليسز، لازم زي ما قلنا الرساله تبقى واضحه ومنسقه. كده احنا يعتبر خلصنا فن الاقناع. هنخش بقى في تاني حاجه وده يعتبر البعبع بتاع السكيلز اللي هو البرزنتيشن سكيلز. انا مش هتكلم الصراحه عن برزنتيشن سكيلز زي فن الاقناع، افضل اقول لك يعني ايه فن، يعني ايه برزنتيشن، فيزيكال مينينج ولا بتعمل ايه. انا جاي الصراحه في البرزنتيشن سكيلز اكلمك عن التحديات اللي بنواجهها في البرزنتيشن سكيلز. اغلبكم اعتقد عمل برزنتيشن سكيلز، عمل برزنتيشن سواء في ايفنت او توك او حتى مثلا في الكليه. ايه؟ نادر. يعني مين عمل برزنتيشن يرفع ايده؟ طب اللي عامل برزنتيشن هياخد درجه زياده. كله رفع ايده. فالبرزنتيشن انت لما بتقول للسواق على جنب اصلا انت بتعمل برزنتيشن مبدئيا. والله اللي بيخاف يقول كده ما عندوش برزنتيشن سكيلز. فالفكره كلها ان انا هتكلم على البرزنتيشن كتحديات. ايه التحديات اللي احنا بنواجهها وازاي نتغلب عليها عشان نقدر نعمل برزنتيشن كويس جدا. قسمت لكم التحديات بتاعت البرزنتيشن سكيلز لتو تشالنجز. فيرست تشالنج which is ايه هي البلاتفورم اللي احنا نستخدمها عشان نعرض بشكل كويس وتساعدنا من غير بقى ما نقعد نضيع وقت. يعني مثلا انت لو حد انا شخصيا لو حد كويس في البرزنتيشن ولسه ما عملتش التوبيك بتاعي او جهزته اللي انا هعرض عليه ممكن اضيع وقت فيه فانسى البرزنتيشن بتاعتي فاتوتر. فده يعتبر حاجه مهمه. تاني تشالنج اللي هو احنا بنخاف نتوتر. فاقول لكم كم نصيحه لو احنا عملناهم ان شاء الله على خير مش هنتوتر بعد كده، هنقلل الخسائر بتاعتنا شويه. فنبدا باول فيرست تشالنج. ايه الحاجات اللي انا اعملها عشان السوفت وير بتاعي اللي انا استخدمه نخلصه باسرع وقت ممكن وما يعطلناش بعد كده. زي ما احنا عارفين ان في حاجه اسمها باوربوينت ودي اللي احنا بنعمل ايه بيها البرزنتيشن بتاعتنا، كله عارفه صح؟ بس في ناس مش جامده فيه او حتى لو انت جامد فيه. في مواقع تانية كويسه جدا بتقدم لك تمبلتس جميله وبتسهل عليك الوقت والمجهود. في مثلا موقع زي بريزي اول واحد فوق ده موقع بريزي اول واحد، والتالت واحد اللي تحت ده كانفا. الموقعين دول بيعرض لك تمبلتس ذو انيميشنز وذو يعني اللي هو ايه
ترانزيشنز جميله كده، او حتى تمبلت الناس عملتها قبل كده في التوبيك اللي انت رايح تعمله، فبتلاقي حاجه جاهزه، كل اللي انت بتعمله ايه؟ غير الاسم، تحط اللوجو، تظبط الدنيا، الموضوع سهل عليك. في ناس ثانيه بتعمل حاجه بقى اجمل، وده اللي انا مثلا عامله في البرزنتيشن هنا عندي، دمج الباوربوينت بايه؟ ببريزي، او دمج الباوربوينت بكانفا. ان انا بعمل حاجه على الباوربوينت مثلا واروح واخدها كوبي بيست وحطيتها في بريزي، دي مثلا الناس ايه بتعمل حاجه زي كده. في حاجات برضو ناخد بالنا منها، زي مثلا الفونت بتاعنا والكولر والتايم بتاع البرزنتيشن عشان الوقت، والكواليتي بتاعته. مش جاي كده مثلا اعمل حاجه كويسه بس ما اعرفش المحتوى بتاع التمبلتس بتاعتي ايه، او السلايدز. تمام. في الكونتنت لازم ابقى مقسم الموضوع بتاعي، لازم اي حاجه اساسيه جاي تقدمها انتروداكشن بادي نهايه، انتروداكشن بادي في كونكلوجن في الاخر. فدايما اقسم اي برزنتيشن بالطريقه دي، اقعد املى الانتروداكشن الاول، شوف هتقول ايه. زي ما انا بدات كده قلت لكم ايه، بدايه كده فيها هوك شويه، بعد كده دخلت في الكونتنت اللي انا بتكلم فيه، بعد كده يبقى في نهايه، فهتعرف تسال الموضوع ده كويس وهنتكلم عليه قدام. بعد كده في بقى اسيستنت سايتس، في مواقع كويسه جدا بتقدر تاخد منها داتا من الصور. في كتير بنحتاج صور وايكونز، وفي جوجل لما بتسرش وتيجي على ايمج وبتلاقي الصوره بتبقى من غير PNG وبتاع، بتبقى مبوظه الدنيا الصراحه يعني. ففي مواقع بتجيب لك الحاجه دي فور فري، زي مثلا في اول موقع ده بتاع ايكونز جميل جدا، وفي اللي هو ايه بيكسل، او في حاجه اسمها فري بيك بيجيب لك صور بكواليتي عاليه جدا وفور فري. في بعض الصور بفلوس وكده، بس لا اغلب الصور بتبقى فور فري. نخش بقى في ثالث تشالنج، وده مهم جدا وكلنا يعني بنخاف منه. ثالث تشالنج واللي هو بيتكلم ايه هي الحاجات اللي اعملها عشان اقلل الاستريس بتاعي في وقت العرض. اول حاجه الواير فريم. يعني ايه واير فريم؟ واير فريم مش اللي هو في الاوتوكاد ده. واير فريم ده عباره عن برين ستورمنج بتعمله على الورق قبل ما تبدا الايه البرزنتيشن بتاعتك، فبالتالي لما تيجي تبدا تبقى انت ايه مكون داتا كويسه جدا. هي كل الفكره في اللي انت بتستخدم حواس كتيره. فور اكزامبل انا قبل ما اجي النهارده هنا عملت ايه؟ جبت كذا ورقه وكتبت التايتلز بتاعتي والحاجات دي، بدات اعمل محتوى، بدات اشوف اقول ايه، اتخيل كده هبدا بفاروق الباز، انا كده هنزل على كذا واقعد اكتب واتخيل وانا بقول له الحاجات دي. ده انت بتعمل واير فريمنج، بتعمل برين ستورمنج بس على الورق كده، مش تحطه في دماغك كده وتقول انا هخش بكذا وتقعد تفكر. لا، كل ما تستخدم حواس اكتر كل ما الذاكره بتاعتك تزيد، كل ما تتقن العمل اللي انت هتعمله اكتر. تمام؟ تاني حاجه اودينس فيرست. يعني ايه اودينس فيرست؟ قبل ما تخش اي برزنتيشن وبعد يعني ما تحضر وكده، ابدا اسال نفسك سؤال، هل انا هستفاد من التوبيك اللي انا هقوله؟ لو جاوبت يعني لو جاوبت الاجابه كويسه يبقى الناس اللي قاعده هتستفاد. ففي ناس بتهتم بحاجات تانية غير ان الناس اللي قاعده تستفاد، زي باشمهندس شويه بيتكلم في النقطه دي، ان انا اهم حاجه انت تطلع فاهم بس متقدر مني في الاخر. اهم حاجه تبقى واصله لك المعلومه، بس اهم حاجه ايه؟ يعني تبقى خلاص التوبيك دي وصلت لك وانت استفدت. ثالث حاجه الايس بريكنج. انا قبل ما ابدا معاكم انا كنت قاعد بره بهزر واضحك معاكم، فانا بالتالي انا شخصيا الناس دي انا اتصاحبت عليها، عملت علاقات وديه مع الناس اللي انا قاعده معايا، فبالتالي انا قاعد يعتبر فاهم الناس وديا كده مقدما، بدل ما انا داخل كده حاسس ان انا خايف لسه متوتر شويه كده، مش عارف الناس اللي قدامي مين دول، وافضل ماسك المايك كده. تمام؟ فلا انا اوريدي عملت الايس بريكنج ده اول ما جيت بدري في المكان. ثالث حاجه واللي هي البادي لانجوج. البادي لانجوج بتتقسم في حاجات كتير، ناس دايما ربطها باللي انا احرك دراعي ورجلي وايدي كانك جاي تعقب في المكان. لا، هو الموضوع يعني ابسط من كده بكتير جدا. مثلا اول حاجه الفويس، لازم تونك يبقى ماشي مع السيكونس بتاع الكلام. مش دايما ابدا بعالي وانهي بعالي، او ابدا بواطي وابدا يعني قصدي على التون يعني انا لما جيت بدات عليت صوتي في السلام عليكم ازيكم عاملين ايه، عشان افوقكم معايا وخليتكم تتكلموا معايا. بعد كده بدات بالسيكونس المناسب بتاع التون على حسب التوبيك. تمام؟ نيجي بقى في حاجه الاي كونتاكت. انا وانا بتكلم لازم عيني في عينك، مش عشان بخوفك والله، بس هي الفكره كلها عشان ايه؟ عشان اعيد انتباهك. واحد مثلا بالتاب ورا هناك اهو شايف انت، عشان انت ورا الباب مش هشوفك. انا لما اشوفه كده، لا هو نفسه لو مش مركز هيركز. تمام؟ ثالث حاجه والهاند. في نصيحه قلتها للشباب اللي بدربهم في التدريب الصيفي الكبير، قلت له انت بتعمل برزنتيشن اربط الكلمه بحركه ايدك. يعني مثلا السلام عليكم ازيكم، انا بكلم جماعه، عملت ايدي كده. فانت دايما مش لازم انت بتعمل برزنتيشن ايدك هتاخد، او حركه دراعك هتاخد دايما على الكلمه اللي بتقولها تلقائيا، مش لازم في برزنتيشن. فاربط الكلمه بحركه معينه ليك تلقائيا، وانت بتتكلم مع حد في البيت حتى هتلاقي نفسك بتعرض كانك بتعرض قدامه، فده هيسهل عليك الامر قدام يعني. بعد كده الوك والسمايل. ما تبقى شويه في مكانك كده
وما تبقاش اخر الدنيا وكل شويه تروح وتيجي. حاول تتحرك دايما بزاويه 45 كده وترجع تاني، او بزاويه 45 كده ترجع تاني. ليه؟ لان الناس اللي قدامك بتتقسم يعتبر لصفين كده، فانت بتركز مع الناس دي شويه كده، تركز مع الناس دي شويه كده، وفي نفس الوقت هم ما بيلفوش يعني مش بيقعدوا يدوروا عليك انت فين. تمام؟ وانت بتتكلم حاول تبقى تضحك شويه. يعني احنا يعني على الرغم ان انتوا كلكم مكشرين والناس اللي بتتاوب، بس انا بحاول ايه ان انا اضحك عشان انتوا ايه يعني مش جايين مثلا ايه، تبقى متقبل الشخص اللي بيتكلم على الاقل. تمام؟ نخش بقى ايه في خامس واحده واللي هي البوزس. ايه هي البوزس؟ الوقفات. مبدئيا احنا مش جايين نراب، يعني مش جاي اقول لك كله ورا بعض كده لا، ومش جاي اشغل الفيديو على مرتين زي ما بتعملوا في الفيديوهات. يعتبر بيبقى في بوزز عشان انت تستوعب، او الوقفات عشان انت تستوعب الفقره اللي فاتت. يعني مثلا في الانترودكشن والبادي سكت شويه، او مثلا وانا جاي انقل لك من حاجه لحاجه سكت شويه عشان اقول لك ان اللي جاي مهم وتركز معايا، وايه اللي فات تحاول تستوعبه. فهمتوا النقطه دي؟ دي الوقفات. بعد كده stay hydrated. وانت بتشرح حاول تبقى قبلها شربت ميه. ليه؟ لان الميه او القلق يعني عموما والتوتر ده سبب رئيسي في ان انت بيخليك حاسس بجفاف، سواء في بقك، يعني بقك تحس ان انت ايه عايز تشرب كده، مش هيخليك تنطق الكلام صح، او بمعنى صح ممكن يلخبطك والتوتر يغلب عليك. فالميه بتحاول تقلل من الوضع ده. تمام؟ بعد كده انتراكت وذ الاودينس. حاول تخلي الناس تشارك معاك. يعني مثلا انا قاعد كده سالت الراجل عارف اسمه عبد الفتاح، الراجل اللي هناك خليته يجاوب، الراجل اللي هناك خليته كذا. انت لما تتفاعل مع الاودينس اللي قاعدين، الناس نفسها لا اجباري لازم تركز معاك. في نفس الوقت انت بتكسب ثقه لنفسك كده، في حد فاهمك، في حد بيتكلم معاك وهكذا. تمام؟ بعد كده انتراكتيف كويشنز. اسال برضو اسئله نفس التوبيك وكل حاجه، بس لازم يبقى في سؤال يعني كده تعجيزي شويه. كنت تيدكس سبيكر قبل كده، فكنت قاعد مع سيلبرتي يعني كويس، فهو بيقول لي عشان تدي سؤال محترم الناس تقعد تفكر فيه، قلت له قول لي مثال. قال لي مثلا هقول لكم المثال ده او السؤال اللي قاله لي. قال لي انا مره سالت الاودينس اللي قاعدين هو سيدنا ادم كان عنده سره في بطنه ولا لا؟ طقطق بقى مش ما تعرفش. هم الناس قعدوا اصلا اول ما قال عنده سره في بطنه الناس اصلا نسروا هو هيقول ايه، فاهم؟ فاللي هو كله سرح كده شويه. ففي اسئله بتبقى بتتقال في الاول او توبكس، حاجه اسمها هوك. يعني ايه هوك؟ الهوك ده اللي هو تجذب بيها حاجه. انا مثلا لما جيت بدات قلت لك ان انا كان عندي فكره مش كويسه، بس بعدها ب3 سنين عملت لايف مع دكتور فاروق الباز نفسه، ان يعتبر علماء في مصر ما بيشوفوش. فانت قعدت كده اللي هو ايه ده عمل كده ازاي؟ ده المفروض يعني انتوا عملتوا كده، بس هو ده عمل كده ازاي؟ انا لازم افهم التوبيك ده عشان اروح اعمل لايف مع دكتور مجدي يعقوب، معلش. فهي الفكره في ايه؟ اللي انا عايز انتباهك في الاول. تمام؟ حاجه كده لو انتوا بتحبوا التكنيكال رايتنج اسمها الناريتيف اساي، بتعمل كده اللي هو ايه توبيك وانا بقراه بحس اللي هو يعني حاجه كده اللي هو لا انت شدتني في اول كام كلمه انا هقرا الباقي الكلام. فهو ده الهدف الاساسي من البرزنتيشن سكيلز. اخر حاجه الاتنشن سبان. يعني ايه الاتنشن سبان؟ انا معظم كلامي هتلاقوه statistics واحصائيات وكده، وانتم مهندسين فالموضوع عادي يعني بالنسبه لنا. بيقول لك ان انتباه الانسان بيبقى بيتراوح ما بين 5 دقائق ل 12 دقيقه. فانت حاول لما تيجي تتكلم مع حد وتقنعه في حاجه او بفكره لازم أن يكونوا في الرينج ده. قللت عن كده بالكروت، زودت عن كده هو يزهق منك. خلاص. طيب احنا حاليا خلصنا البرزنتيشن، جه اللحظه ان تقريبا الناس كلها ايه مستنياها، الشات ما بيني ودكتور فاروق الباز ماشي ازاي. انت الجزء اللي تحت ده على طول. يا رب تكونوا شايفين، بس انا هطلع كده عشان مبدئيا احكي لكم القصه اوت اوف الايه التوبيك بتاعنا، نتكلم كده شويه. جه في بالي ان انا عايز اعمل لايف، فلما جيت فكرت في الموضوع قعدت مع التيم بتاعي قلت له احنا هنفتح سيكشن في القناه عندنا عايزين نعمل فيها لايفات مع ناس كويسين قوي، وده اوريدي جزء من الايه؟ من البلان بتاعتنا الاساسيه. فقالوا لي حلو هنبدا بمين؟ قلت لهم دكتور فاروق الباز. قفلوا الواتس. يا عم صباح الفل، دكتور فاروق الباز مين يا ابني؟ قصدك انهي واحد؟ طيب يمكن في اسم تاني هتجيبه منين؟ هتعرف منين؟ قلت له يا عم مالكش دعوه، بس ان شاء الله هنعمل مع حد هيعرف. الناس بقى تحس اللي هو ايه؟ طب انا عندي حد تاني ممكن اجيبه لك، واحد صاحبي عارفه. طب انا ما اعرفش مين. ايوه عايزين بقى دكتور فاروق الباز، هيجي امتى؟ حسيت الناس هنحاول طب ونرد عليك ان شاء الله قدام. فجيت كده
قعدت مع نفسي قلت طب خلاص انا هعمل الديل معاه وانا هكلمه. اول حاجه فكرت فيها الوقت اللي انا هبعت له. هو قاعد مثلا في كاليفورنيا، عرفت التايم زون بتاعه، انا بعت له من عندي 2 بالليل. اول حاجه بعتها ايه بقى؟ قلت له مساء الخير يا دكتور فاروق، مع حضرتك محمد صلاح فاوندر تيم كذا. انا اول حاجه عملتها ايه؟ عرفت نفسي بكل بساطه، مش هقول له بقى السي في بتاعي، مساء الخير اسم كذا والبوزيشن بتاعي بس. بعد كده خلي بالك انا قلت لك ايه في الاول، خلي اي حاجه انترودكشن بادي بعد كده كونكلوجن، صح؟ انا عملت ايه دلوقتي في اول مسج؟ اول مسج عملت فيها كتبت ايه؟ الانترودكشن، مساء الخير اسمي كذا خلاص. تاني مسج بدات بقى اقول له البادي، احنا عباره عن كذا وبنعمل كذا ونتمنى حضرتك تيجي كذا بس. لو انتوا خدتوا بالكم من القرايه بس عشان ما اقعدش اقرا الكلام واحده واحده. بعد كده قلت الايه؟ النهايه بتاعتي، ونتمنى حضرتك توافق وما اعرفش ايه كذا كذا. بعت المسج دي من هنا واقسم بالله رحت صليت ركعتين كده قيام ليل وقلت يا رب يرد. صحيت العصر لقيته بيقول لي ابعت لينك التيم. انا قعدت بعدها ساعه بعت السكرين للشباب عندي بقول لهم يعني ايه ابعت لينك؟ انا مش فاهم. قصده اللي هو ابعت يعني الكلام، المصداقيه بتاع كلامك. انا ممكن اضحك عليه وده الكلام اللي انا قلته. انا ممكن اضحك عليه، يعني انا كده واثق من نفسي، انا حققت حاجه اهو، فن الاقناع، صح ولا لا؟ انتوا مركزين ولا لا؟ حققت حاجه فن الاقناع، انا واثق من نفسي، دخلت كده قلت له 1 2 3 انا واثق من نفسي. فهو قال لي ابعت لينك التيم. طب انا اقدر ما عنديش تيم ولا عندي بتاع، وعندي معلش صفحه على جروب واتس وعامله ولا حاجه. فقال لي ابعت اللينك. رحت بعت له اللينك. بعد ما بعت له اللينك قعد ايه بقى؟ ما يردش عليا يومين تقريبا. لقيته بيقول لي ايه؟ هنطلع وقت كذا وقت كذا بس كده خلصت. فالموضوع ايه؟ هو راجل فليكس. اتفضل. في رساله لازم تدور عليها وهي انت عملتها صح. لا مش من غير كده. اتفضل عشان انت عملتها هنا صح. ان في كتير من الناس لما تيجي تتواصل مع حد السلام عليكم مستنيه لغايه ما يرد عليك السلام. ايوه. انا مسافه كده السلام عليكم. هم عاملين ناس خلاص خش في الموضوع على طول، صح؟ عرف موضوع صح. اختم. فهو ده الصح. انت مش بتتكلم هنا مع واحد صاحبك بتسلم عليه وبتعين عليه، انت بتتكلم مع واحد انت عايزه في المهم، فخش في الموضوع على طول، بس طبعا بعد التمهيد. فعلا حصل صح كده بالظبط، هو ده اللي انا قلته لكم في الاول. فبعد كده بعد ما عملنا اللايف معاه، بعيدا ان في حاجات كده حصلت في النص يعني والوقت بتاع اللايف اتاخر، بس بعد ما عملت اللايف معاه بدات اللي انا ايه؟ ارحب بيه، اكسب ثقته بعد كده. ما انا قلت انا مش رايح اقول له كلمتين وطلعت بمصلحه ومشيت. قلت له شكرا لحضرتك ما اعرفش ايه وكذا وكذا، وده لينك اللايف بتاعنا. عمل ايه؟ بتاع اللي بعدين بتاع هات الصفحه. لا ادخلي عادي، هاتي دي الصوره دي دوسي عليها، دوسي بس هتيجي. شيره عنده على الفيس، خد اللينك شيره على الفيس. انا ما كنتش اتخيل ده يحصل لولا اللي انا واثق من نفسي والمصداقيه، وان انا واثق في الفكره اللي الناس قالوا لي لا مش هتقتنع بيها في الاخر، ما كانش ده حصل. نفس الكلام اطبقه في حياتي العمليه هنا. يعني انا مثلا لما جيت كلمت باشمهندس احمد شويب في الفكره بتاعت العباقره والحاجات دي، انا مثلا درستها الاول ولما اقنعته بيها لقيتها تاني يوم بيقول لي انت مدير المنحه. انتوا فاهمين القصد؟ فالفكره في الكلام او طريقه الالقاء هي بس مش بتحصر نفسك في حاجه معينه، انت تستخدمها في حياتك كلها. زي ما قلت ان مثلا مشروع، يعني مثلا مشروع تخرج، او مثلا مهندس مبيعات او مهندس تسويق، او بتقنع مديرك في شغل في حاجه. فاهمين النقطه دي؟ فانت دايما خلي دماغك شغال. في النهايه احنا احيانا بنمر بمواقف بتخلينا نخرج عن دايره الراحه اللي احنا بنعيش فيها، بتخلينا ندور على افكار متاحه عشان نلاقي الحل الافضل لتجاوز العقبه او السيتويشن ده ونسبه نجاحنا فيها. على فكره انت مش لازم تثبت ان فكرتك صح من اول محاوله، على فكره عادي تقع، اقسم بالله عادي تقع، بس يوم ما بتقع وبتبدا بعديها تبدا من الاكسبيرينس بوينت، من نقطه الخبره، مش هتغلط الغلطه مرتين. فالفكره اللي عندك لو انت واثق منها متاكد منها فعلا من نجاحها ودرستها، حاول تطبقها حتى لو ايه اللي حصل. فاحنا اللي بنعمله في حياتنا هي لحظتنا، هي الحياه اللي احنا بنقررها في وقت ان في ناس كتيره جدا مستسلمين ويائسين وزهقوا من الافكار بتاعتهم اللي مش بتطبق. فانا عايزك كده تقف تسال نفسك سؤال في الاخر، هل هتحول افكارك لفرص حياتك ولا لا؟ شكرا.